مبروك عليكم تاني طعن امام دستورية. الاخبار الجميله اللي انا ببقى مبسوطه وانا بقول لكم اخبار جميله، هتحسوا كده ان انا يعني ايه بقى احلى. يعني في دعوه تانية اتحولت من محكمة شمال الجيزة الابتدائية، يعني الناس اللي فاكرة ان هو لازم يكون معاه حكم الاستئناف، لا، ده حكم متحول من محكمة شمال الجيزة الابتدائية اتحول للدستورية. دعوة مقدمها محمد عبد الفتاح. الدعوة بتطعن على المواد 2 4 5 6 7. 2 اللي هو انتم مسمينها الطرد، 4 اهو القيمة الإيجارية الخاصة بالسكني، 5 القيمة الإيجارية الخاصة بالتجاري، 6 الزيادة السنوية، 7 قاضي الأمور الوقتية واللي بتتكلم على الشقة المغلقة أو إن صاحب الشقة يبقى عنده أكتر من شقة. دعوة لما كل المواد اللي انتوا نفسكوا يتم الطعن عليها. الدعوة برقم 854 لسنة 2025 اتحولت الدستورية تحت رقم 37 لسنة 47 قضائية، اتحولت بتاريخ 17/11/2025. الدعوة دي بقى لما طعنوا تم تحويلها للدستورية استندت على المواد ايه؟ قالك ان قانون 164 ده قانون 164 مخالف للأرقام 2 و4 و8 و9 و53 و97 و188 من الدستور. قالت أن هذا القانون مخالف لأحكام الدستورية 70 لسنة 18، 56 لسنة 18، 2 لسنة 45 وحكم 24 لسنة 20. الناس اللي قلقانة من الطرد في قضية مباشرة رايحة من محكمة للدستورية. ايه الفرق بين منازعة التنفيذ وقضية رايحة من المحكمة؟ ان اللي محولها قاضي. ازاي؟ قاضي بيكلم قاضي، غير منازعة التنفيذ محامي بيكلم الدستورية. طعنين على الايه؟ على المادة الثانية، يعني مفيش طرد ان شاء الله. المادة الرابعة الخاصة بالإيجار السكني، المادة الخامسة الخاصة بالإيجار التجاري، المادة الستة الخاصة بالزيادة السنوية، والمادة السابعة الخاصة بقاضي الأمور الوقتية، ومتقسمة جزئين انتوا خلاص حفظتوهم. ان لسه ما صدرش حكم، احنا بنقول كل دي تحضيرات، كل دي بشرة خير، كل دي سور امان ان القانون ده هيتم القضاء عليه وتجميده والتخلص منه. انا شايفة كل الامل جاي، كل الخير جاي، خصوصا في الطعن الاخير اللي متحوله من محكمه شمال الجيزه الابتدائيه. فانا عايزه الناس تبقى هاديه ومطمنه.